مامي احنا عايزين شيش طاووق زي بتاع طنط شيماء، بتاعت وصفات أكل عربية. نعم، يعني قصدكوا ايه؟ ان الشيش طاووق بتاعي وحش؟ طب ماشي، استنوا هدخل على الموقع واسمع الوصفة. معاكي شيماء من موقع وصفات اكل عربية. ما تزعليش يا ست الكل، هقولك على طريقة الشيش طاووق، احلى شيش طاووق. يلا بينا يلا بينا. زي ما احنا متعودين نبدأ بالمكونات. اهم حاجة واهم تركاية، لما تجيبي الفراخ الشيش طاووق بيبقى حلو جدا في الجزء بتاع الورك. هتروح للفراخ دي وتقولي له لو عايزة وراك مخلية، ويقطعها لك حجم وسط، كل حتة كده مناسبة زي ما بنشوف الشيش طاووق. التتبيلة بتاعتنا، اهم حاجة في التتبيلة لبن رايب. ايوه كده، يا لبن رايب يا كوباية زبادي لو احتجتي قوي. والتوابل بتاعتنا الملح والفلفل والبابريكا والشطة لو بتحبي، وكركم كمان، وجوز الطيب لو فيه، ومعلقة خل صغيرة، ومعلقة مستردة لو ما فيش اوعي تحتاسي ولا يهمك خالص. المهم نبدأ بالطريقة. هنجيب الفراخ بتاعتنا الوراك المخلية المتقطعة ونغسلها كويس طبعا. هنحطها بعد كده في طبق غويط، ونحط عليها التوابل بتاعتنا والخليط بتاعنا، اللبن الرايب على التوابل، على معلقه الخل، على معلقه المستردة، وكل التوابل اللي انت تحبيها حطيها عليها. اهم حاجه ان احنا نسيبها في التتبيله دي لمده من ساعه لساعتين في التلاجة. كل ما الفراخ تتشرب في التتبيله اكتر كل ما تبقى طريه وطعمها يبقى حلو اكتر. عقبال ما الفراخ بتاعتنا تجهز وتتبل في التلاجة، نحضر الخضار بتاعنا. هنجيب بصل وطماطم وفلفل ونقطعهم كلهم مكعبات، ونجهز السياخ بتاعتنا بتاعت الشيش طاووق. يلا بينا نبدأ. يلا نبدأ. السيخ بتاعنا هنحط فيه قطعة بصل، قطعة طماطم، قطعة فلفل، ونحط فيه قطعة فراخ، قطعة شيش طاووق اللي احنا مقطعينها، ونعيد تاني لحد ما نملى السيخ بتاعنا. هنكرر كل العملية دي في السياخ بتاعتنا، ونبدأ نحطها على الشواية، ومش هتاخد وقت كبير معاكي. لفة 2 3 على الشواية هتلاقيها استوت وطرية وطعمها تحفة ولا أسهل. هتتقدم مع رز بالشعرية، تتقدم مع مكرونة، تتقدم مع عيش وسندوتشات ومايونيز وكاتشب وحركات. أي خدمة، جربيها ومستنية تعليقاتكم.